في الفيديو النهارده هنتكلم عن المكاسب اللي هتشوفها من نقلك من الاندرويد للايفون. وانا عملت الفيديو بتاع الخسائر، فلو ما شفتوش هو الفيديو اللي قبل ده على طول، وهسيبه لك هنا في الاي اللي فوق، فممكن تروح تشوفه بعد الفيديو ده. احنا اتكلمنا عن الخسائر، تعالى بقى اكلمك عن المكاسب والدلع بتاع الايفون. وبصراحه كده المكاسب هتهون عليك الخسائر اللي انا قلتها في الفيديو اللي فات كله، وهو ده اللي مصبرني ومخليني صابر على الايفون 13 برو ماكس. انا اصلا كنت مستخدم اندرويد اصلا، ودخلت عالم الايفون ده من سنه، اللي هو الايفون 13 برو ماكس هو اللي جبته، داخل لسه من سنه اصلا. اول موبايل استخدمه هو 13 برو ماكس ايفون يعني، فالموبايلات اللي فاتت كنت بعمل لها ريفيو وخلاص، كنت مستخدم اندرويد بشده يعني. بس قبل ما نبدا في اي حاجه، انت في حاجه لازم تفهمها، ان الايفون اول لما تجيبه لوحده كده من غير اي اجهزه ابل التانيه هتحس ان انت محبوس. لازم تجيب الابل واتش عشان تلاقي التجربه متكامله وسلسه شويه، ولازم تجيب الايربودز عشان تحس بالتناغم بتاع ابل، ولازم تجيب الماك بوك عشان تنقل بكل سهوله وسلاسه، لان انت على الكمبيوتر زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات مش هتعرف تنقل اي حاجه. فلازم يكون عندك اجهزه ابل كلها، لازم يكون عندك الايباد والماك بوك والايربودز والابل واتش، وكل ده لازم يكون عندك عشان تحس بالتجربه السلسه. انما غير كده الايفون لوحده مش كفيل انه يفرحك ولا يخليك سعيد ولا يخليك حاسس بتجربه استخدام كويسه. هيخليك دايما حاسس كده ان في حاجه ناقصه، في حاجه انت مش معكنينه، فاهم؟ في حاجه مش كامله. تعال اكلمك على اول مكسب هتشوفه لما تغير الايفون. وبصراحه كده خامات الاجهزه يعني من احلى ما يكون بصراحه. يعني الايفونات البرو فريم من الستانلس ستيل، وظهر مصنفر ازاز، وثلاث كاميرات، والخامات بتحس ان انت ماسك حاجه فلوسك اللي انت صرفتها هي في الخامات. وتاني مكسب هو تعدد الاكسسوارات. الايفون في ناس بتعمل له اكسسوارات مخصوصه ليه، لان ابل بتنزل 4 موبايلات في السنه بس. يعني في ناس بتعمل اكسسوارات مخصصه للايفون بس، بيهتموا بالايفون كده لوحده، بيعملوا اكسسوارات مخصصه ليه بخامات مخصصه ليه، مش هتلاقيها في الموبايلات الاندرويد، ولا هتلاقي ليها اصلا جرابات او مثلا سكرينات للموبايلات الاندرويد دي، هي معموله للايفون فقط. ليه بقى ده بيحصل؟ لان ابل بتنزل 4 موبايلات في السنه، والاربع موبايلات دول بس هم اللي بينزلوا. فالناس اللي بتعمل اكسسوارات تجيب الاربع موبايلات دول، تعمل الاكسسوارات بتاعتها، وصباح الفل انا خلصت، فاهم؟ انما الاندرويد عندك كذا موبايل وموبايلات كتير بقى بتنزل في السنه، فمش هيركزوا التركيز اللي بيركزوه على الايفونات. حتى تلاقي مثلا خامات الجراب السيليكون اللي هو بيكون الايفون بيكون خاماته احلى بكتير واقيم من خامات الجراب السيليكون اللي بيكون للموبايلات الاندرويد. ممكن يكون كلامنا عن الجرابات والكلام ده بنتدلع شويه، فاهم، في المكاسب، بس خليني اكلمك برضو عن المكسب، ان انت عندك حمايه في الشاشه هنا مش موجوده في الاندرويد اطلاقا. سيبك من الجوريلا جلاس فيكتوس والكلام ده كله، انت عندك هنا حمايه على الشاشه بتاعت الايفون 12 من اول الايفون 12 وانت طالع. عندك حمايه السيراميك شيلد. السيراميك شيلد دي كذا حد جربها، وعمر دايزر جربها برضو ورمى الايفون 12 لما جابه ساعتها، وعلى الشاشه وقع وما حصلوش اي حاجه. فحمايه السيراميك شيلد قويه جدا، فعكس الحمايات الاندرويد بتاعت جوريلا جلاس والكلام ده كله، يعني دي اجمد بكتير. والمكسب اللي بعده بصراحه كده هتحسه هو استقرار النظام اللي هو بتاع الاي او اس. استقرار النظام ده استقرار فوق الوصف. الموبايل ده مستقر لابعد الحدود، نزل عليه تطبيقات كتير، تقل عليه زي ما انت عايز، الموبايل مش هيهنج معاك، وان هنج هتكون كل فين وفين وتهنيجه بسيطه وبتتحل، فاهم؟ فعادي في الاندرويد بيعلق معاك وبيفضل ثابت على حاجه معينه وبتاع، بيعلق كتير في الاندرويد بصراحه مع الاستخدام. حتى ترتيب القوائم في النظام ده متنظم ومترتب، والتعديل اللي بتعمله حتى في النظام بيكون معمول باحترافيه، انت عارف انت عايز تعمل ايه، فالموبايل بيعمل لك اللي انت عايز تعمله وبس. وبصراحه كده التطبيقات على الموبايل ده في حته تاني، وده مكسب برضه. التطبيقات هنا مثلا تطبيق زي واتساب على الاندرويد يعني بتحسه مش متنظم ومعمول ومتكروت، انما على الايفون معمول بنظام. ده حتى يا اخي الناس بتوع اندرويد بينزلوا التطبيق ده من بره ويكتب لك تنزيل واتساب ايفون، وبرضه مهما عملوا ينزلوا واتساب ايفون على اندرويد واتساب مش عارف مين، برضه لا، معمول على ايفون اكيد، يعني هو الايفون بس. وبصراحه هو نظام الاي او اس يعني مغلق ومحكم، ولكن ده كله عشان الامان. ابل هي اكتر شركه يعني في الامان، هي تاخد 10 من 10، لدرجه ان في قصه حكينها
لحرامي دخل يسرق مكان وكان معاه ايفون، جهازه الشخصي كان ايفون بيستعمله، والحكومه لما جت قبضت عليه اخذت منه الموبايل وودوه لشركه ابل عشان يفتحوه، وابل قالت للحكومه الامريكيه لا مش هنفتح الموبايل عشان ده موبايل عميل من عندنا فمش هينفع نفتحه. فعشان كده ابل في الامان وفي السكيورتي هي 10 من 10 يعني. الحاجه اللي بعد كده بصراحه وهي الممتازه واللي تخليك يعني حاطط فلوسك في حاجه مضمونه، الايفون بيحفظ قيمته لما تيجي تبيعه. انت بتبيع الايفون مش هتخسر فيه، وان خسرت بتكون خساره قليله، فاهم؟ على العكس بقى الموبايلات الاندرويد، حتى لو اشتريت موبايل فلاج شيب ان كان اغلى موبايل اللي هو الاس 23 الترا مثلا حبيت تشتريه، لما تيجي تبيعه هتلاقي نفسك خسران فيه اكتر بكتير من الايفون 14 برو ماكس مثلا. لو اشتريت الاثنين وجيت تبيعهم هتلاقي نفسك خسران في السامسونج اكتر بكتير من الايفون، وده لان الايفون ليه قيمه في السوق على عكس الموبايلات الثانيه. واكيد طبعا كاميرات الايفون خياليه، وخياليه مش بالميجا بيكسلز. الميجا بيكسلز احنا في الاندرويد عادي عندنا 200 ميجا بكسل و108 والكلام ده كله، عندنا ارقام خرافيه. انما انت عندك في الايفون 14 برو ماكس اعلى ايفون حاليا ب 48 ميجا بكسل، اللي قبله كلهم كانوا 12 ميجا بكسل وكانوا بيطلعوا الصور اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا دي والصور التحفه يعني، ما بيطلعهاش اي موبايل اندرويد. والسكين تونز بتاعت الجلد كده واللون بتاع الجلد البرونزي ده اللي بيطلعه الايفون مفيش اي موبايل تاني بيقدر يطلعه. يعني الناس بتوع الاندرويد كمان بيجيبوا فلاتر بيكتب لك فلتر الايفون للاندرويد يعني ويعني حته تصوير الفيديو دي كنز في الايفون، لان انت تصوير الفيديو يعني ما تعرفش تقارنه باي حاجه تاني. في الاندرويد بيكون في اوفر شاربنس كده في الفيديو، واتمنى ان ابل ما تغلطش الغلطه دي وتعملها بقى في سلسله ال15 وال16، ولما يعني تزود شويه السلاسل وتزود الدقه في الكاميرا ما تعملش اوفر شاربنينج بالفيديوهات، يعني ساعتها هتبقى زيها زي اي موبايل اندرويد عادي جدا. فهو ده اللي مميز ابل في حته الفيديوهات، يعني الفيديو اللي مش اوفر في الشاربنينج ولا اوفر في الالوان معتدله وحقيقيه، اوفر شاربنينج بسيط يعني مش في اوفر كده، فاهم؟ شاربنينج عاديه. اتمنى والله يعني في السلاسل اللي جايه. اصل في ال14 في الصور المعالجه زادت شويه، بتلاقي الاماكن مضلمه قوي متكتمه كده، والاماكن الفاتحه مفرقعه خالص في الصور. بس اتمنى بقى الحوار اللي حصل في الصور في ال14 ما يحصلش في سلسله ال15 في الفيديو. فحته الكاميرا مفيش اي موبايل اندرويد بيقدر يوصل للايفون فيها، يعني الايفون متميز في حاجات كده في الكاميرا بصراحه يعني بتوديه في حته تانية. وحتى الكودك بتاع الكاميرا كودك ثمين، بتشد وتكسب فيه في المونتاج كده، يعني الفيديو بتعدل فيه الوان والصور بتموت الوانها عادي، والالوان بتبقى كويسه جدا معاك. انما في الاندرويد بتلاقي الدنيا باظت عكت. والايفون بقى في حته مميزه بقى على عكس باقي الموبايلات اللي في الاندرويد، الاهتمام بالتحديثات. انت بتشتري الموبايل بتاخد 5 سنين تحديثات على الايفون، اللي هي التحديثات اللي هي مش الامان وكده، تحديثات الامان دي معاك على طول، انما التحديثات اللي هي زي الاي او اس 17 الاي او اس 18 وهكذا، فانت هتاخد 5 سنين تحديثات. انما بقى شركات الاندرويد بتحجمك، انت عندك 3 سنين تحديثات، بعدها ما بتشوفش وش تحديثات تاني عندك، خلاص 3 سنين وخلاص، فاهم؟ ويا ريت اصلا الموبايل هيقعد معاك ال3 سنين دي، لان انت من اول سنتين بتلاقي الموبايل بيهنج معاك، فمش هتعرف تخليه معاك اصلا، هتبيعه على طول. فبس كده، اعمل لايك على الفيديو ده، والفيديو ده خلص، وبس كده، سلام.